اللي بيخلي الإنسان في النوم يشعر بالأضغاث وبالأحلام وبالكلام ده كله؟ أكتر حاجة تحسسك الشعور ده الكذب. الناس الكذابين اللي بيكذبوا دي أخطر حاجة تكون هو الكذب. ليه؟ لأن الكذب يملأ النفس سوادا، ولأن الكذب يزيد النفاق في قلب العبد، ولأن الكذب من الصفات التي لا يحبها الله أبدا، ولأن الكذب ليس من صفات المؤمنين. فلما يحصل كده يبقى أنت اديت فرصة وجعلت للشيطان عليك سبيلا، إنك أنت تحلم وتشوف حاجات مش كويسة وتعمل حاجات مش مظبوطة. دي بالنسبة للأحلام سواء كانت من النفس أو من الشيطان. في قسم ثالث اللي هي بقى الرؤية الصالحة، وفيها حديث الرسول عليه الصلاة والسلام: الرؤية الحسنة من الرجل الصالح جزء من 46 جزءا من النبوة. حديث النبي عليه الصلاة والسلام، حديث أنس في البخاري. الرؤية الحسنة من الرجل الصالح، مش من أي حد، لأن ممكن واحد كافر يشوف رؤية حسنة ويشوف حاجة كويسة وبتاع، لكن دي من الرجل الصالح جزء من 46 جزءا. ليه؟ لأن المسلم صادق، فلما كان المسلم صادقا محافظا على صدقه فأعطاه الله عز وجل ميزة كان يعطيها للأنبياء، اللي هي إيه؟ الرؤية الصالحة. لأن الرسول عليه الصلاة والسلام كان لا يرى رؤية إلا وقعت مثل فلق الصبح. خلي بالك من دي. فالإنسان المؤمن لما يبقى صادق ويكسر صدقه يبقى عنده جزء من أجزاء النبوة في الرؤية. العلماء طبعا اتكلموا في الحديث ده كلام كتير قوي في شرحه، استشكل يعني، قالوا وقد استشكل كون الرؤية جزءا من النبوة بعد انتهاء النبوة والنبي خلاص يعني قبض والحكاية وما ينفعش. قال لك لا، العلماء ردوا قالوا لا، ده هو في هناك المعنى أو المعنى المراد من هذا الكلام ان في خد جزء من علم النبوة، لأن النبوة حتى لو انتهت علمها باقي موجود. لازم الإنسان يشوف رؤية والرؤية دي توري. بس إيه الفرق بقى بينك أنت لما تشوف رؤية وبين النبوة بقى؟ ده موضوع تاني. النبوة قصة تاني خالص. النبوة لها خصائص. النبوة تكليم من الله عز وجل للنبي بلا واسطة. النبوة إلهام من الله بلا كلام. النبوة وحي على لسان ملك يرسله الله عز وجل. النبوة نفس الملك في روع النبي. النبوة كمال في العقل. النبوة قوة في الحفظ. النبوة عصمة من الخطأ. النبوة ذكاء وفهم عند النبي. كل الكلام ده ما يبقاش موجود عندك